السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بشرح لكم كيف تفعل ميزة البث المباشر اللي هي بالانستغرام. طبعا الميزة ما راح تتفعل على حسابك الرسمي. بعلمكم الطريقة كيف تسوي حساب جديد يكون فيه ميزة البث المباشر اللي هي بتكون بالستوري الخيار اللي على اليسار. وطبعا الطريقة تضبط على الجلاكسي وعلى الايفون. اللي عليك تروح على الابل ستور او بالجلاكسي تروح على الجوجل بلاي. راح نروح على خانة البحث ونبحث عن برنامج في بي ان. 3 حروف في بي ان. راح تطلع لنا برامج كثيرة. طبعا كل البرامج نفس يعني نفس الوظيفة. نحمل أي برنامج. بعد ما تحمل برنامج في بي ان، أنا حملت هالبرنامج اللي هو ستار في بي ان. ندخل على البرنامج راح يقول لك تثبيت ملفات تعريف بالجلاكسي أو بالآيفون. ثبت الملفات وبعدين ادخل وشغل البرنامج. انتظر شوي عليه لين تطلع لك كلمة في بي ان فوق. فوق جنب إشارة الاتصال أو الواي فاي. بعد ما نشغل برنامج الفي بي ان نروح على المتصفح سفاري او بالجالكسي اللي هو الانترنت اي متصفح عادي. نروح على المتصفح وندخل على موقع الانستغرام اللي هو انستغرام دوت كوم ونسجل حساب جديد وهو شغال برنامج الفي بي ان. نتأكد انه يكون برنامج الفي بي ان شغال. طبعا راح نسوي حساب جديد اللي هو الحساب اللي تكون مفعلة عليه ميزة البث المباشر. راح نسوي حساب على السريع عشان الشرح. نحط ايميل وهمي @gmail دوت كوم. بعدين نحط اي شيء، بعدين اليوزر اي شيء، وبعدين نسوي سينك اب. راح تطلع لنا هالصفحة. نضغط على نوت ناو يعني في وقت لاحق. بعدين راح نسجل الحساب اللي سويناه من المتصفح ببرنامج الانستغرام. راح نحط اليوزر والباسورد ونسوي تسجيل دخول. بعد ما نسجل على الحساب اللي انشأناه راح ندخل على خيار الستوري ونشوف خيار اللايف موجود او البث المباشر. مبروك عليكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وشاركوا الشرح مع اللي حابين يستفيدوا. مع السلامة.